السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض العدس الأسود، أكلة صحية ومغذية واقتصادية كمان وموفرة وما رح تاخد منا أي تعب أو مجهود. يلا مع بعض نشوف كيف جهزنا وصفتنا لليوم. في طنجرة على النار ضفت مقدار كوب من العدس منقع ومغسول بشكل كتير منيح. رح أضيف عليهم تقريبا 4 أكواب من المية. هقلبهم مع بعض وأتركهم على نار عالية لحتى يغلوا مع بعض. بهذا الوقت رح نجهز دقة الفلفل مع الثوم مع الليمون، ورح أضيف معلقة من الجرادة اللي هي الشبت الناشف المجفف، بإمكانكم إنكم تستغنوا عنه. أول ما بلشت تغلي بهذا الشكل رح أضيف عليها الدقة يلي جهزناها. طبعا دقة الفلفل مع الثوم مع الليمون والجرادة بإمكانكم تزودوا أو تخففوا منها حسب رغبتكم. رح أقلبهم مع بعض بشكل منيح ونهدي عليهم النار ونغطي الطنجرة، ورح نضل نراقبها ونقلبها كل شوية حتى ما يلزق العدس في الطنجرة، وإذا احتاجت مية زيادة رح نزودها. هيك استوت معي حبات العدس بالكامل. أنا هلأ رح أخدهم وأضربهم على الخلاط لحتى يصبح الخليط ناعم أكتر مثل طبق الفول تقريبا. إذا ما بتحبوا تضربوه على الخلاط بإمكانكم تتركوه على النار كمان فترة أطول من هيك لحتى يستوي العدس ويدوب معكم بشكل كامل. هلأ أنا رح أضربه على الخلاط وأرجع لكم. ضربتهم على الخلاط ورجعتهم على النار، وهلأ رح أضيف عليهم الملح كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من الكمون. وراح أقلبهم مع بعض، وآخر شي حنضيف عليهم رشة من زيت الزيتون. هتركهم على نار هادية لمدة 5 دقايق ونطفي عليهم النار. وهيك بتكون وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة. قدمتها بهذا الشكل، زينتها بزيت الزيتون، قدموها مع المقبلات يلي بتفضلوها. بتمنى تكون وصفتنا لليوم نالت إعجابكم. فضلا ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم ويعطيكم العافية.